السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. جبنا النهارده مايك جديد، مش من فلوس اليوتيوب، هنعتبره من فلوس اليوتيوب اللي لسه ما اشتغلتش. تمام. ولو المايك مش شغال، بس هو شغال، لو مش شغال هنسيب ايه؟ التسجيل بتاع الموبايل عادي. يبقى المناسبة بتاعة المايك الجديد هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن تأجيل الامتحانات بتاعة الثانوية العامة. ايوه، في ناس كتير دلوقتي هتلاقيها عايزة تأجل امتحانات ثانوية عامة. يقول لك احنا خايفين الامتحانات كمان 4 شهور ولا 5 شهور واحنا ما ذاكرناش، والكلام اللي هو ملوش لازمة ده كله. بس هو اصلا بادئ من شهر 9 وبادئ من شهر 8، بس خايف. ده ملوش حجة ان هو يأجل. فالخوف هنا هو اللي عايزك تأجل، هو هيضيع لك ايام كتير ممكن كنت تذاكرها عشان انت بتفكر انك تأجل الامتحان. امال انت تأجل الامتحان امتى؟ الامتحان ده انت تأجله مثلا لو انت ما بدأتش، مثلا كان عندك ظرف عامل عملية، مثلا حصل لك حالة وفاة كده. امال ما تكونش بادئ من شهر 8 او شهر 9 وعايز تأجل. العيب اللي انت عملته دلوقتي هتعمله بعد كده، هتعمله السنة الجاية. ما هو انت لازم، يعني هل انت اصلا هتغير من نفسك؟ لا. لو انت في حاجة يعني مثلا نفس، يعني حاجة نفسية او حاجة متعلقة باللعب وكده، فانسى اللي انت تغير من نفسك. دي انت مش هتغيرها. ده انت كده كده انت الشخص، انت هو نفس الشخص اللي فيه عيب عمره ما بيتعدل. هو ده اللي انا كنت ايه بقول لك عليه. فلو انت هتأجل ظروفك، شوفها الاول. هل انت اصلا لو الظروف دي مش موجودة هتعرف تعمل اللي انت مش عارف تعمله دلوقتي؟ ولا لو اصلا اجلت هتعمل برضه نفس اللي انت هتعمله؟ لو هتعمل نفس اللي انت هتعمله فامتحن عادي بقى وخلاص. نجحنا، ما نجحناش ما نجحناش. في ناس بتقول لك اقسم المواد. مفيش حاجه اسمها تقسيم اصلا، يعني التقسيم ده فكره عبيطه. طب افرض انت يا عم قسمت عربي وانجليزي وخدت كيمياء وفيزياء واحياء السنه الجايه. افرض عربي وانجليزي جوهم السنه دي صعبين، والسنه الجايه جوهم سهلين، والكيمياء والفيزياء جوهم السنه دي سهلين، والسنه اللي انت امتحنتها جوهم صعبين. ها، هتقول يا ريت مجرى مكان؟ لا. انت بتاخد الامتحانات بيبقى في امتحانين اصعب من امتحانين بالنظام ده. هو ده اللي بيبقى ايه، في فرق في يعني كمستوى امتحانات وكده. بتلاقي امتحان سهل، امتحان صعب، امتحان كويس، امتحان صعب كده. مستحيل تلاقي امتحانات كلها صعبة، مستحيل تلاقي امتحانات كلها سهلة. الا بقى لو انت محظوظ جدا تاخد بقى المواد السهلة في السنة والمواد السهلة التانية في السنة اللي بعدها. بس ده كلها ايه، انت ما تعرفش، لا يعلم الغيب الا الله. انت مش عارف حاجة، فعشان تحدد انت اللي هيجيلك سهل ولا صعب، فانت مش فاهم اي حاجة ولا عارف اي حاجة. فانت اخبط السنة كلها على بعضها، هي سنة تخبطها من اولها لاخرها. والناس مثلا اللي لسه ما بدأتش، والله يا صاحبي لو اجلت، بس مفيش عذر اللي انت، يعني مثلا لو مفيش عذر خالص في ال4 شهور اللي انت ما بدأتش، هتيجي السنة الجاية تقعد لحد شهر واحد تلاقي نفسك ما بدأتش برضه. فانا بقول اتكلم معاك بصراحة. هو ده اللي كنت عايز اقوله النهارده. وايه المناسبة اللي انا قلت بها الكلام ده؟ ان لقيت كومنت في فيديو المستر محمد صلاح لأحد الأشخاص بيقول لك: مستر أنا عايز أجل السنة، ممكن تساعدني عشان أعرف أجل السنة؟ لا إله إلا الله يا جدعان، هو المستر أكيد مش عايزك تأجل السنة برضه، فاعقلوا الكلام. تعالى بقول لك على القصة اللي أنا قلت لك عليها في عنوان الفيديو. كان معانا صديق لينا من دفعة الأصغر مننا، جه برضه في شهر 1، جه شهر يا عم، ما جاش في شهر 1، جه قبل الامتحانات. خايف يعني عنده رهبة الامتحانات، وخايف من الامتحانات، وخايف ان هو يخش مع انه كان مذاكر. ويعني هو الخوف من الامتحانات ذات نفسه مخلوش يعرف يذاكر. جه اجل السنه وجه معانا. انا متاكد يعني هو كان شاطر بسم الله ما شاء الله. انا متاكد اللي حصل معاه في سنتنا لما دخل امتحان معانا هو نفسه اللي حصل معاه في 2023 بتاعته. ويعني هو تقريبا برضه على ما اتذكر ما جابش المجموع اللي هو، بالنسبه لحد تاني المجموع كويس، بس هو بالنسبه اللي هو كان عايزه
فالمجموع ما كانش اللي هو كان طبعا عايز طبعا أول جمهورية ويخش طب بشري والكلام من ده. هو كان جاب تقريبا في سنة الثانوية عامة جاب تقريبا 75 78 حاجة زي كده. فهو أنت لازم تعالج الحاجة اللي عندك، لازم تعالج الخوف والتوتر ده. يعني مش عارف تعالجه ازاي، بس روح لدكتور نفساني. أنا عن نفسي كنت الحاجة الوحيدة المادة اللي بخاف منها هي العربي، ورحت حرفيا كنت مرعوب منها. الامتحان كان سهل، سبت سؤال مقالي بدرجتين، وغلطت في سؤال نحو تافه. ليه؟ علشان انا اصلا داخل خايف من الماده دي. فاهم؟ هو اللي يقول لك اللي تخاف منه ما يجيش اسهل منه، هو ما يجيش اسهل منه فعلا، بس من خوف انت غلطت. بس هي دي اللي كنت عايز اقول لك عليها في القصه بتاعت الثانويه العامه وكده. فوالله بلاش تأجيل سنه، هي سنه والله، ويعني بدايتها زي نهايتها. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.